السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خالصة من أبوكم وجدكم، وكذلك قصة اليوم قصة عسكري سابق في القوات المسلحة الملكية. تحية لجميع الإخوان، الناس اللي كيرتديوا الزي العسكري كاملين، وكذلك المدنيين وجميع الشرائح من طنجة للقويرة، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. فتحية لكم ومرحبا بكم في القناة ديال عسكري سابق في القوات المسلحة الملكية. واللي بغى يشاهدني في واحد القناة درتها جديدة، رحلات عسكري. شوفوا المدن اللي دزتهم، هادوك كيتسماو رحلات عسكري، فين مشيت وفين جيت والمسائل كاملة. فاليوم بلا ما نطول عليكم كنسلم على الجالية المغربية، مرحبا بهم في بلدهم، وشكرا لكم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم. والقصة ديال اليوم ديال جندي آخر، تحية له من هذا المنبر. واحد السونيت كما تعلمون، راني عرفتها لكم بدون ما نبقى نعاود ونكرر على السونيت. المجموعة اللي كتكون من 4 حتى 6 ديال الناس. هذا الجندي نفس الشيء، بطل من الأبطال. كان في واحد السونيت، واحد الليلة قمرية، كانت القمرة. كتعرف النهار اللي كتكون القمرة كتكون الأراضي واضحة أمامك. المهم هذا الجندي كانوا شادين العسا وكيشوفوا واحد بحال دمدومة. شنو هي الدمدومة؟ وهي شي مسائل كتبان قليلة النظر، كتكون شي بلاصة بحال اللي كتشوفها، لأن الإنسان العسكري ملي كيكون في داك البوست، أي حاجة تحولت من مكان لمكان ولا شي حاجة بحال دابا، هو كيكون حافظ التيران، حافظ الأرض. راه إلا وقع فيها غير هاد الشجرة كنعرفها هنا، هادي كدا هنا، هادي واحد الحجرة هنا، مسائل كتكون حافظها. واحد الوقت شاف واحد التغيير في داك التيران ديالو، داك الأرض، وقرر هو واحد الصديق ديالو، قال الشاف دو بياس، الشاف ديال السونيت، قال له باش نخرجوا. قال له لا كذا، قال له لا والو، نخرجوا نشوفوا داك البلاصه هذيك دابا القمره، غنخرجوا بالسلاح ديالنا وغنشوفوا. كيتكونوا بشي 3 بهم وكيتحركوا. مشاو، يلاه يلاه يلاه، التيران باين واضح. توصلوا لداك كيجبروا تابوله تحت الارض محفوره وما بالسلاح. وربما لربما ملي هذوك الناس، هذاك الانسان ولا داك الناس اللي كيعيشوا في داك التابوله، داك البوليسار، داك المرتزقه، ربما بالنهار ما كيعمروش تم، بالليل ما عمروش تم، كيمشيو كيتنقلوا. مشاو توصلوا لداك التابوله، جبروها محفوره تحت الارض. وشنو هو السبب اللي جعلهم باش يشوفوا داك التغيير؟ نساو واحد البيدو ديال 20 لترو، نساوه فوق ديك التابوله. شوفوا لي بوين نوار، النقط السوداء. ملي شاف هو داك العساس، شاف داك البيدو، تبدل له التيران، لانه مولف كيعساس وكيشوف وكذا. ولكن ملي خلاو داك البيدو تبدل له التيران على شي مسافه ديال 1 كيلومتر تقريبا،
واحد 1000 مترو ولا 1500، وفعلا مشاو وبالسلاح ديالهم تدخلوا للتابوله، جبروا ديك التابوله كي دايره، على ما كيعاود قال لك دايره بالبلاكي، دايرين لها البلاكي وهكا قال لك كدير، والبوطه والماكله ليغوم سيك، داك حنا كنقولوا ليغوم سيك، اللوبيا، العدس، الحمص، اتاي، كلشي، السكر، كلشي تم. قال لك بقينا كنجمعوا شي حاجه درناها هكا، قال لك عندهم واحد الطونات التابوله هي هذه تحت الارض، ومهبطين طونات ديال 200 لتر، راكم كتعرفوا ديك الطونه ديال 200 لتر، قال لك داكشي غريب زوين، داكشي مصوبينو واعر. قال لك داك الطونات دايرين لهم الروايد، ملي كيقلبوها كيبقاو يدفعوها بحال عندها الروايد باش كتمشي لهم. قال لك شافوا داكشي هذاك، والمهم جاو يخرجوا، قالوا خصنا نديو شي طونه ونبقاو نديرو فيها الماء، وهزوا ديك الطونه وجابوها كيدرجوها حتى التابولات ديالهم، ودخلوها واحد الديكور فيها، على ما كيعاود قال لك ديكور واعر فيها، مصوبينها واعره. المهم خلاوها في داك السونيت وبقاو كيعمروها بالماء وداك الشيء. واحد الوقت باش كنقول لكم الله سبحانه وتعالى كيبين الخونه ولو غير بالنطق. راه كان واحد القبطان معاهم كابيتان، واحد النهار جا باش تعرفوا بلا دوك الناس فتشوا على الطونه ورونضاو ليهم الخونه، بلا واحد دخلوا شي ناس ديالكم وجاو لنا التابوله وراه هزوا لنا واحد الطونه. باش غيتعرف هذا الخائن؟ هاد الخونه كانت سلسله من لي غرادي لي سوبيريور حتى لي سوبوردوني ديالهم، القباطان ولي كوموندون العقاد. المهم كي لا اطيل عليكم، كيجي داك القبطان جا ودخل السونيت، وغوتل شاف السونيت وقال له غندخل التابولات نشوف. قال له اش غتشوف مو كابيتان؟ قال له الناس التابولات وداك الشيء. قال له لا، بغيت نشوف هاد الديكور هذا كذا. دخل التابوله الاولى، دخل التابوله الثانيه، هما كانوا دايرين واحد التابوله كيطيبوا فيها بحال كوزينه كما كتقول كتعرفوا، بحال كوزينه، وحاطين ديك الطونه تم. قال لك مشى مقصد لديك الطونه، قال لهم الطونه منين جاتكم؟ قال له ودي الدراري جابوها، غوتل هذا اللي جابها. كيغوتوا لواحد الجندي من هذوك اللي خرجوا لا كابيتان كدا هادي. قال له منين جاتك الطونه؟ قال له راني دبرت عليها من لا سي سي اس، لا سي سي اس، وهادي. قال له لا، الطونه ما عندناش حنا، الطونات ما عندناش حنا في القوه المسلحه الملكيه. قال له غتقول لي الحقيقه؟ قال له طلع عندي السريه، نتوما اللي جبتوها الطونه، قول لي منين جبتيوها. كيطلع هو بوحدو، قال له الشاف دي بياس خصك تطلع لعنده. كيركب في لوندروفي ديالو، كيهز ديك الطونه وكيديرها في لوندروفيل وكيطلعها عنده وغوتلو. قال له شوف، غتقول لي الصراحه ديال هاد الطونه منين جات، حنا ما عندناش القوه المسلحه الملكيه هاد الطونه. قال له بكل صراحه ها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. قال له مشيتي وما علمتينيش وداك الشيء، كنتي تعلمني وتروندي لي الكونت وتدير لي وتفعل لي، وما تمشيش تجيب الطونه ديالهم تتعلمني. قال له دابا هادشي قدر الله ما شاء فعل، هادشي قدر الله، انا مشيت دابا. قال له دابا شنو؟ هاد المسائل اللي درتي راه خارقه للقانون. اياه. قال له غنكتب بك وكتجيه لا ليبراسيون متبوعه بالدي جي، بالمحكمه العسكريه بدون محكمه ولا اي شيء. شوفوا هاد الناس مع من كنا كنعيشوا، هاد الخونه، اذا رون دولهم بلا الطونه مشات
وها شنو وها شنو وها شنو وها شنو. خصكم تعرفوا هادو اللي وصفتهم مسكين دي جي، ودابا راه كيعاني. شوف الابطال كلهم، كل الجنود اللي خرجوا دي جي فانهم ابطال، بلا ما نبقاو نتناقشوا. وشوفوا جردوهم حتى من البطاقه ديال المحارب. اللهم من هذا منكر. واش الانسان دوز 24 و16 و18 و12 و10 سنين و8 سنين ويسردوه من هذه البطاقه؟ على الاقل، على الاقل هذه ما فيها لا فلوس ولا حتى حاجه. وكذلك داك لاكارت ديال المؤسسه. علاش علاش ما تعطيوهالوش؟ شنو هو السبب؟ 270 الف فرنك كيشدوها الناس اللي خرجوا قبل داك دي جي. اللهم من هذا منكر. هذا هو المغرب، هذه هي المغربيه، هذه هي روح المواطنه. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. الانسان كانه عمرو ما هز السلاح. وإلا جبتي هو داك الانسان اللي كان لي دي جي، الاغلبيه الساحقه ديالهم كيمونطي ويريمونطي السلاح من البي ا، داك السلاح اللي كيحملوه لا رجال الامن ولا الدركيين. هادو اسلحه كان كيفتحوها كيف كنفتحوها كاملين. حنا درنا واحد التدريبات على الاسلحه، جميع الاسلحه كديمونطا وتريمونطا، كتفتح وتجمع. وكانوا الناس اللي كيمونطيوهم فرمشة عين. لان علاش؟ كل نوبه كيدير له نيطوياج وكذا وبزاف ديال الامور، لانه هو امي وفي نفس الوقت انمي، عدو وصديق في نفس الوقت. لان دائما كيخصك تهلا فيه، لان ربما يجيو يهجموا عليك، ربما كذا كيلقاوك ناضي. وهذه هي القصه ديال هذا الجندي المحارب. للتحيه ديالي له من هذا المنبر، وشكرا لكم جزيل الشكر. وتحياتي لجميع الاخوان ديالي، وكل ما تحت لي الفرصه الا ونتكلم على هذه المجموعه اللي هي ضايعه الى اخر حد. مازال الناس اللي هما كيشدوا داك المبلغ كيف ما كان النوع ديالو بعدا، المهم عنده القوانين ديالو، وعنده التحمل العائلي، عنده لاميتيال، عنده الوريقات ديالو، كيمشي للطبيب كيداوى، كيمشي عنده لاكارت ديال. ولكن هاد الناس مجردين من جميع المسائل كأنه لم يكن. هادو لاحوهم. اللهم لا دمرك. وأتكلم مع الآذان صاغية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحية عسكرية لجميع الأبطال المغاربة والمدنيين. وشعارنا الله، الوطن، الملك. السلام عليكم.